السلام عليكم. ان شاء الله معانا النهارده حاجه ما تقلش اي حاجه عن التحصين. احنا زي ما اتعودنا مع بعض التحصين كنا بنعمله عملي، تجريع الديدان، اي حاجه كنا بنوثقها مع حضراتكم عملي. فالنهارده ان شاء الله واحنا عملي هنا والغنم بتتقص، هنتكلم عن القص ده لازمته ايه وفايدته ايه، واحنا ليه بنقص او ليه بنجز الغنم حسب ما حضرتك بتسميها في مكانها. في الاول خليني اعرفكم بنفسي، معاكم اخوكم اسلام عبد الرؤوف، ودي قناتكم قناه المزرعه. لو انت ما اشتركتش في القناه مستنيك تشترك وصلي على النبي ويلا بينا نبدا. الغنم احنا ليه بنقص الغنم في الاول كده؟ الغنم ديت طبعا بيبقى عليها صوف زي ما حضراتكم شايفين كده، شايف الصوف عامل ازاي؟ طب احنا ليه بنقصها وليه بننزل الصوف دي؟ الصوف ده طبعا انت لو ما قصتش النعجه بيبهدل لها الدنيا، بيخلي النعجه ما تكبرش زي البني ادم كده. البني ادم لازم يحلق كل فتره، لازم يحلق. طب ديت بتتقص امتى؟ طب انت بتقص يا عم اسلام دلوقتي الدنيا متاخره، احنا في شهر 8 مثلا. طبعا الغنم اللي ورايا زي ما حضراتكم شايفين اهوت، يا ريت يكون واضح في الفيديو، الغنم ديت مقصوصه في شهر 4. الغنم اللي ورايا دي، طب ديت انت ما قصتش ليه ديت في شهر 4؟ ما قصناش ديت في شهر 4 عشان خاطر دي كانت لسه صغيره، كانت لسه بيوت كده، ما كانش ينفع تتقص. طب انا ما ينفعش اقص الصغيره ليه؟ انت لو قصيت الصغيره ما فيهاش حاجه اللي انت تقصها اصلا، هتتعور منك والدبان ممكن يموتها منك والحشرات تموتها. فلازم النعجه تكون ماسكه نفسها شويه كده وتكون ايه، تكون شاده حيلها عشان تعرف تقصها. طب الصوف ده ليه لازمه؟ طبعا في غنم في سلالات بتطلع صوف، بس احنا طبعا هنا احنا بنرميه، ملوش لازمه معانا. ليه؟ لان الغنم اللي هي البلدي والرحماني والاوسيمي والحاجات ديت ما بتطلعش برضو ايه كميه الصوف اللي بالك فيه. فقص الغنم من الحاجات المهمه، من الحاجات اللي ما ينفعش انت تسيب غنمك كلها على بعضها كده، او ينفع كل سنتين تقصهم، لا ده لازم كل سنه يتقصوا عشان خاطر يكبروا. زي ما حضراتكم شايف كده النعجات دي كلها عشرة، هي تاني لازم تتقص عشان خاطر تفرد معاك كده، ما ينفعش تسيبها منتنه كده. معانا بقى المعلم احمد السيد هنا اهوت، قرب تعالى كده وهو بص ورينا الشغل يا معلم احمد. هنا بينضفها اهيت ما شاء الله على الشغل، بيمسكها كلها من اولها لاخرها، شايفين دي بينضفها اهيت ويظبط الدنيا ويعمل لنا الدنيا. ايه رايك يا عم احمد، الغنم دي لازم نقصها ولا ايه؟ لازم عشان الجرادة وعشان الجملة وعشان القشرة وعشان الحاجات دي كلها. الحاجات دي كلها بتأثر على النعجة وعلى جلد النعجة، ما تخليهاش الصح، ومهما توكل فيها ما يبانش عليها الأكل. يعني انا لو جايب نعجه وقلت مش هنقصها هتكبر معايا ولا مش لا هتكبر؟ تبقى غلطان، لازم تنقص وتنضف عشان الأكل يبان عليها وتحصنها، التحصين يبان عليها تفرد معاك. يعني الشعر ده بياكلها وبيخليها يعني ممكن اصلا هي الشعر ده يخليها تعمل قشره تحت منه وتعمل تعمل حاجات تحت جرادة. منه. داخل بعد شهرين الشتاء جاي، الصقعة والنطرة ما تنزل نطرة تقعد تكرف في نفسها وتعور نفسها وتتبهدل خالص وتخس. يعني احنا اما لما تبقى مقصوصة يبان عليها الأكل ومفيش جرادة ولا فيش أي حاجة، تبقى طيب. نضيفة. طيب يا جماعه دي فايده القص برضه عشان تبقوا حضراتكم والنعجة عارفين. بتنقص مرتين في السنة. اهو النعجه في كمان نعجه بتتقص مرتين في السنه عشان تبقوا عارفين. فانت اقرب حد جنبك او اي حد لازم تجيبه عشان يقصلك ويظبط لك الدنيا. طب النعجه الصغيره يا عم احمد اللي هي زي البيوت كده ينفع نقص، اللي هو زي الابيض اللي ورانا ده؟ قوم اقف يا ابني كده، هات الصوره وهات لا عيد. دي ممكن أنا ندور لك بطنه نيته وجنابه. هات بقى الراجل واقف بيتكلم مين. ونسيبه أياما ما نقصوش لأن طري. الصقعة تقتله من الصقعة، شوية الصوف لما يبقى على سلسلة الظهر يدفوه، ياما نقص لك بطنه وليته ونظبط لك نهويه كده. ياما دي واحدة عمرها 5 أشهر أو 7 أشهر لازم تنقص. يعني دي قديمه تستحمل اللي هي تستحمل، ده قديمة. لكن الصغير ده لا ما يستحملش. زي ما انتوا شايفين يا جماعه برضه اهوت الحاجه الصغيره اللي زي ديت ممكن تنضفها كده، بس ما ينفعش اللي انت تقصها. والراجل ده شغال بقص غنم كل يوم برضه، وهو هيورينا عمل هو بص. ورينا يا عم احمد برضه انت بتشتغل ازاي والحاجه ايه. يا ابني قوم يقف زي الخلق، ما تعملش كده، قوم اقف زي الناس في التصوير. شايفين يا جماعه القص زي ما انتوا شايفين. طب بالنسبه يا عم احمد لو النعجه مثلا اتعورت تعويره زي دي ممكن تاذيها في حاجه ولا تعمل لها حاجه؟ بس دي تعويرة سطحية، المقص لازم يتعور. انت بتقص في صوفة وما انت شايف الجلد. لازم يتعور يعني غصب عنك، يعني مش بمزاج. يعني التعوير ديت ما تاذيهاش في حاجه؟ لا ما تأذاش في اي حاجة. زي ما انتوا برضو شايفين يا جماعه
لو النعجه اتعورت ولا حاجه ما تخافش عليها ومفيش اي حاجه عادي، دي كلها تعوير بتخف ايه، ما بتعملهاش اي حاجه. وفي الاخر بقى معانا رقم الحاج احمد اهوت، لو اي حد محتاجه او اي حد عايز يقص غنم ولا حاجه، هو الراجل تحت امره، يجيله يعمل له اللي هو عايزه. رقم التليفون 012 11 31 56 38. دي حلقه اهوت معانا زي ما عودناكم، وعودناكم اللي احنا كل حاجه بنعملها من ارض الواقع، وكل حاجه بالمصداقيه، ولا بنغير ولا بنبدل. بنرش قدام منكم، تحصين بنحصنه معاكم، قص بنقصه معاكم، حاجه ماتت، حاجه جت، حاجه اي حاجه. فما تبخلش علينا بقى اللي انت تدعمنا بلايك وتكتب لنا تعليق وتشترك. ولو انت عارف واحد مربي غنم ولسه ما قصش غنمه لحد دلوقتي، شارك له الفيديو ده عشان خاطر تعرفوا طريقه القص وطريقه الحاجه دي كلها. وفي الاخر بالتوفيق للجميع، والله يصلح حالنا وحالكم وحال كل الناس. سلام عليكم.